الجنوبيون رأوا الوجوه عيدروس، شلال، دريمان، لملس، وجوه جلبتها لهم الإمارات ما طمأنتهم. طبعا هذا المجلس الانتقالي تبنى أيضا مشروع انفصال، لكن مشروع انفصال من نوع آخر. مشروع انفصال ليس انفصال يمن عن يمن، لا، هذا جاء مشعب. اخترعوا لنا مسمى اسمه الجنوب العربي، رغم أننا توحدنا مع جمهورية اليمن الديمقراطية. يعني شوفوا العقل عندما يبرمجه الإماراتيين برمجوهم بطريقة عجيبة. يعني إحنا قبل عام 1990 22 مايو 1992 توحد بلدين، الأول بلدنا الذي هو الجمهورية العربية اليمنية، والثاني جمهورية اليمن الديمقراطية الذي هي كانت جنوب اليمن. هم كانوا شيوعيين وإحنا الحمد لله ما كان عندنا شيوعية. هذا والمشروع الإماراتي للانفصال لا، جاء قال لك أنا أريد دولة في الجنوب اسمها الجنوب العربي، ولا علاقة لها باليمن، ليست يمنية، وإحنا مش يمنيين. هذا لا يرى نفسه يمني، وجميع أتباع هذا البوليزاريو اليمنية المجلس الانتقالي لا يرون أنفسهم يمنيين. قال لك إحنا هوية أخرى اسمها الجنوب العربي. قلنا يا جماعة تقوى الله، إحنا جينا توحدنا مع جمهورية اليمن. عندما تطالبوا بالانفصال مع من توحدنا؟ إحنا توحدنا مع يمنيين اسمهم جمهورية اليمن. إذا عندك جنوب عربي روح شوف من أخذها منك، الصومال ولا جيبوتي ولا ما أدري من أخذها منك. أما نحن إذا تريد أن تطالبني بالانفصال أنا توحدت مع جمهورية اليمن الديمقراطية. إذا تريد تنفصل عني الله لا ردك، سير مع السلامة انفصل، لكن تبقى بتسميتك السابقة. نحن نرجع الجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية، وانت ترجع جمهورية اليمن الديمقراطية. طبعا المال الإماراتي للأسف أي مال يكون فيه شراء للذمم وللسياسيين هو مثل لحم الخنزير، سواء كان إماراتيا أو سعوديا أو قطريا أو إيرانيا أو أي شيء. مثل لحم الخنزير ينزع الغيرة، ما عاد يصبحش عندهم غيرة. عموما بعد أن كان أنا سأترك لكم المجال وبتطلعوا كلكم تتكلموا، بس خلوني أوطئ للموضوع وأنتم تعرفوا إيش القضية وما هو محور نقاش اليوم والأولوية لليمنيين، لأنه ما أعتقدش أنه يطلع غير يمني يخوض في موضوع أنا متأكد أنه لا يعلم عنه شيئا. بعد أن كان الجنوبيون جميعا مع باعوم، مع الحراك الجنوبي البريء النظيف الذي لم يكن له أي أجندة دولية لا إماراتية ولا سعودية، تقريبا كل الجنوبيين كانوا يريدوا انفصال. جاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وبل احنا نسميها المجلس الإماراتي أصلا لأنه ليس له علاقة لا باليمن ولا باليمنيين. مشروعه إماراتي، فلوسه إماراتية، تركيبته إماراتي، مخططه إماراتي، كل شيء إماراتي. فإذا بالجنوبيون خفت طلبات الوحدة. ليش؟ هنا السؤال الذي أريد أن أسألكم: لماذا خف الشارع الجنوبي عن المطالبة بالانفصال بعد أن كان يخرج كل يوم وبعد أن كان مجمعا على الانفصال؟ ليش؟ أنا أقول لكم وجهة نظري وأنتم لكم وجهة نظر محترمة سنحترمها، وخصوصا إخواننا من المحافظات الجنوبية سنحترم وجهة نظركم. من وجهة نظري أنه المجلس الانتقالي هذا هو الذي كره الانفصالي الجنوبيون في الانفصال. اليوم العائق، السؤال اليوم الذي طرحته عليكم: لماذا لم ينفصلوا إلى حد الآن؟ ما الذي يمنع المجلس الانتقالي أن ينفصل؟ الإمارات وفرت له كل شيء، وفرت له معتقلات، وفرت له الحكم، طردت الإصلاحيين، طردت الشماليين، طردت كل المناوئين. يعني عدن وحضرموت الآن نستطيع أن نقول أنها خالصة للمجلس الانتقالي، فلماذا لا ينفصل؟ هذا السؤال الذي أريدكم اليوم أنكم تدركوه وتفصلوا وتحللوا أنتم، وأنا أسمع لكم، أنا سأسمع لكم. الآن يرونكم في اليوتيوب ونريد نقاشا يمنيا. أنا سأقول وجهة نظري، الذي سيؤيدني منكم يؤيدني، الذي سيرى أنها خاطئة يثبت العكس أو يقولنا رأيه، بطبيعة الحال سيكون محترم. هذا الوجوه الذي جلبتها الإمارات عندما رأوها الجنوبيون، شافوا وجوه عليها غبرة،
ترهقها قترة. أيقنوا أبناء حضرموت المثقفين الواعيين، طبعا المحافظات الجنوبية حضرموت أكثرها ثقافة وعلما. أول شيء نفر الجنوبيون من هذا المجلس الانتقالي أنه قروي. ما معنى قروي؟ يعني معظم قياداته وفكرته قروية. قروية يعني حكومة قرية. المجلس الانتقالي اختار أبناء منطقة واحدة وهي الضالع ويافع، منطقتين يافع والضالع. أخذ كل القيادات وأعطاهم من هذا القريتين، يعني قرى صغيرة. هذا الذي أزعج الجنوبيون. رأوا أن هذا المجلس مناطقي من البداية، مناطقي. هذه دولة يافع مو دولة الجنوب العربي، هذه دولة الضالع مو دولة الجنوب العربي ولا جمهورية اليمن. هذا أول شيء أزعجهم. ثانيا أنه هؤلاء، هذه الصور مثل عيدروس، مثل شلال، شايع شلال كان أبوه قيادي في الحزب الاشتراكي، والحزب الاشتراكي قبل الوحدة كان قد سام الجنوبيون سوء العذاب، فعلوا بهم أفاعيل يا جماعة. إلى ما قبل الوحدة بسنة كان هذا الجنوب، اليمن الجنوبي أو جمهورية اليمن الديمقراطية، أكبر تجمع فقراء في العالم، بينما نحن في الشمال كانت أمورنا طيبة. كان الثمانينات هذه إلى التسعينات والله ما نعرف طابور. كان الدولار ب5 ريال فقط، الدولار ب5 ريال أو 7، بينما هم يمسك أسبوع مثل الجزائريين اليوم، يمسك طابور من الصبح عشان يحصل على الخبز لعياله من الحزب الاشتراكي. لا أريد أن أقول لكم كيف سحلوا العلماء وقتلوا العلماء ونشروا الإلحاد ونشروا الكفر وبنوا مصانع للخمور وبنوا حتى بيوت هذا ورايات حمر كانت في عدن، يعني قرف ما بعده قرف. فالجنوبيون الآن يرون في شلال وعيدروس امتداد لتلك الحقبة القذرة، لحقبة ما قبل 90، ما قبل الوحدة. فيرون هذه الوجوه قالوا إذا سيكون انفصال ويحكمون هذول، لا خلونا متوحدين أحسن. والله العظيم يعني حذاء علي عبد الله صالح ولا وجوه هؤلاء، خلونا حتى مع الإصلاحيين، مع أخواننا في الشمال. فالذي يمنع المجلس الانتقالي اليوم من الانفصال، رغم أن الإمارات لها هدف في الانفصال وتريد الانفصال، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا. ليش؟ لأن الشعب الجنوبي رافض بعد أن كان مجمعا على الانفصال. لكن الآن هم يحسبوها إذا سننفصل بهذه الوجوه المرتهنة للإمارات وهذه الوجوه الذي ليسوا رجال دولة. عيدروس لا يقل غباء عن عبد الملك الحوثي، والله ليسوا رجال دولة. هذا عيدروس ما دخل مدرسة، هذا ما يعرف شيء، حتى قدراته في الكلام ما يعرف يتكلم. عيدروس مسكين طويل، طول النخلة والعقل عقل السخلة، ما عنده شيء يقدمه أصلا. ليس رجل دولة. هذا عيدروس لو تحطه في دكان يضيع الدكان، ما يفصلش حتى فوق تاكسي. ليس رجل دولة. شلال شايع هذا كنتوا تعرفوا عمي شلال، مهرج من التبون، يعني مهرجين، وجوه ما مش حق دولة. نفس اللي عندنا في صنعاء، نفس الذي عندنا في صنعاء. قالوا يعني معقول هذول سيكونوا رجال دولة؟ فمن هنا أجهض موضوع الانفصال. على أقل موضوع الجنوب العربي هذا تبخر، أنا أستطيع أقول لكم تبخر. لكن السيناريو القادم أسوأ، هو انفصالات. الآن حضرموت تقول أنا دولة لوحدي. الحضارة ما اليوم بيقول لك إحنا دولة لوحدنا، إحنا لا تبع اليمن ولا تبع الجنوب العربي، إحنا حضرموت هوية لوحدنا. وجماعة شبوة وهذولاك قال لك إحنا وكذا. أبين يقول لك والله ما الثأرات القديمة حق 13 يناير ما زالت ساخنة إلى هذه اللحظة. حصل بينهم بلاوي، بينهم ثأرات قوية جدا. أترك لكم المجال